الموسم الأول طبعا نحن عندنا في قبيلة الفويد شعراء. قال لي إيه الهدف؟ قلنا له إحياء التراث. قال لنا أي شيء في إحياء التراث نحن موجودين. مع إن ما فيش حد بدأ من القبائل ومحدش بدأ من البادية، ولكن احنا بنحاول ونسعوا بدعم الجمهور وبدعم الشعراء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في حلقة جديدة من برنامجكم تراث البادية. ضيوف حلقتنا النهاردة مميزين. ضيوف حلقتنا النهاردة تحت شعار إعلام الفوائد. نحب نرحب بضيوفنا المنورين النهاردة الإعلامي عمر سليمان الفايدي. مرحبتين أستاذ رنا، نحن سعداء اليوم في وجودنا معك في هذه الحلقة. والإعلامي أحمد أبو هيبة الفايدي. أهلا وسهلا بك أستاذ رنا. والغائب والحاضر بهاء محمد الفايدي، وكنا نتمنى يكون معانا في حلقتنا النهاردة، بس إن شاء الله في حلقات قادمة هيكون معانا. نحب نوضح للسادة المشاهدين مين هم إعلام الفوائد، ومن القائم الأول ومن مؤسس الأول لإعلام الفوائد. أستاذ عمر، حابين نعرف فكرة إعلام الفوائد طبعا جات إزاي، ومين هو عمر سليمان؟ عايزين نوضح للسادة المشاهدين. أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. أنا عمر سليمان بوغريس الفايدي، أحد اللجنة الإعلامية القائمة على مسابقة شعراء البادية في مصر، ورئيس المكتب الإعلامي والناطق الإعلامي إلى اتحاد القبائل الليبية في ليبيا، والمنسق الإعلامي لقبيلة الفويد البراغيث السعادي في ليبيا وفي مصر. فكرة إعلام أو إنشاء إعلام الفويد كانت البداية في دولة ليبيا الحبيبة. الرابطة المهتمة بقبيلة الفويد عينتني في 2020 كإعلامي رسمي لدي قبيلة الفويد البراغيث السعادي، كنوع من إحياء القبيلة وتاريخها وشخصياتها والاهتمام بطريقها العريق خارج ليبيا وداخلها. من هنا جتني أنا فكرة أن نكون حاجة اسمها إعلام الفويد. مني يعني مثلا مش نقول مثلا الإعلامي عمر سليمان، لا، نبي نخلي الموضوع كله جماعي، باش اللي يجي يشتغل معايا يكون متواجد ونعطي له الفرصة وفتح المجال للجميع. خديت الاسم، اشتغلت عليه، طورت عليه أفكار، فيديوهات، حاجات تراثية، حاجات ثقافية تاريخية. جات معايا الاسم والأمور تمام. لعند جيت مصر اتلاقيت مع أخويا الغالي الأستاذ الإعلامي أحمد أبو هيبة الطير الفايدي. أستاذ أحمد هو خريج كلية إعلام وراجل صديق مخلص محترم، وعنده معلومة وعنده يعني عنده حرك معلومي محترم جدا. عجبني وعرضت عليه أن ينضم معي في إعلام الفوائد، لكونه هو من عائلة الطيور داخل قبيلة الفوائد. فأعطيت الموضوع وقلت له إن شاء الله أتمنى أنك تكون معي في هذا الإعلام باش نوضحه للقبيلة أو للمجتمع البدوي ثقافة ورقي قبيلة الفويد البراغيث السعادي في مصر وليبيا. أستاذ أحمد، حابين نوضح للسادة المشاهدين لما عمر جه واتكلم معاك واقترح عليك الفكرة، يا ترى أنت ترددت في الفكرة أو حبيت الموضوع؟ عايزين نوضح للسادة المشاهدين أنت إزاي لما عمر اقترح عليك الفكرة إزاي تشوقت للموضوع، عملت إيه اللي صار بينك وبين عمر؟ أولا بالنسبة لأخوي عمر لما أعرض عليه الفكرة أنا ما ترددتش، ولكن كان الموضوع لابد أن يجي رسمي وفي إعلان رسمي باش نكونوا ابتدينا صح يعني. كان جات الفرصة قال لي تساعدني في موضوع الإعلام، ونحن عايزين نقدموا تاريخ القبيلة بشكل يليق على المستوى الإعلامي، لأن أهم شيء في الفترة الأخيرة هو الإعلام. فقلت له ما عنديش مشكلة والله، ولكن إن شاء الله كان في أقرب فرصة كان في مؤتمر خاص بقبيلة الفويد في مصر. قلت له ما فيش مشكلة نعلنوها رسمي من خلال المؤتمر وبعدها نبدأ الشغل. فبصراحة أعرضوا ساعتها في خلال المؤتمر اللي كان ممثل فيه الشيخ أمية الملوم، كان ساعتها يعين رسمي شيخ قبيلة الفويد، وأعرض عليهم توسيع اللجنة الإعلامية وانضمام أحد الأشخاص. فمن ساعتها أعلنوا انضمامي لهم، ومن ساعتها تعاونت مع أخوي عمر، وكله من أجل القبيلة ومن أجل أهلنا يعني، ومساعدتهم لإظهار القبيلة بشكل يليق بها وتعريف الشباب تاريخ القبيلة القديم والحديث. والحمد لله احنا تاريخ يشرف إذا كان في مصر ولا ليبيا، فكان هدفنا هو إن هم نظروا التاريخ بشكل يليق بالجميع. والحمد لله لن أتردد بأي شيء يعني، وكل شيء كان تطوعي مننا، واخد من وقت ناخد كل شيء، ولكن نحن تحت أمر القبيلة في أي شيء يعني.
السنوات الأخيرة كنا بنسمع إعلام الفوايد، وفجأة سمعنا عن مسابقة شعراء البادية، وهي كانت الأولى في مصر. طبعا هي مازال قائمة للموسم الثاني الفترة الأخيرة دي أو الوقت الحالي اللي احنا فيه، بس عايزين ناخدكم للموسم الأول، وعايزين نعرف فكرة الموسم الأول يا أستاذ عمر جات إزاي، وعايزين نوضح للسادة المشاهدين فكرة الموسم الأول. الموسم الأول طبعا نحن عندنا في قبيلة الفويد شعراء، فطرحت عليهم أن يقدموا قصايد نعرضوها على الصفحة المختصة بقبيلة الفويد، باش يعني نوروا الناس أن في ما زالت في ثقافة وفي إحياء للتراث، وما زال في ناس عندهم قول في الشعر البدوي، وهذا يدل على ثقافة القبيلة وأبنائها. فنحن طبعا عرضت على الشباب، قالوا لي ما فيش مشكلة، فنزلت كم فيديو، لقيت الناس مهتمة بالموضوع، والموضوع واخد مشاهدات، موضوع حقق نجاح رهيب. يعني مثل ما أنا ما أعلنت عن المسابقة، فجتني فكرة إن ندير مسابقة، مسابقة شعراء البادية إعلان فقط بس في مصر. هذه كانت البداية، كان الموسم اللي فات، مش الموسم هذا، كان الموسم اللي فات. وطبعا لي أصدقائي ولي ناس في ليبيا، بحكم أني أنا مقيم في مدينة بنغازي، فطبعا دعمونا ناس مهمة كيف محمد بوستة، كيف الشاعر محمد عبد الكافي، كيف الشاعر مهند الطايع، كيف شعراء ملاحد وحتى مشايخ قبائل صحيح ومؤرخين، يعني ناس معروفة في ليبيا، دعمونا لهذه المسابقة. من هنا جت الفكرة، وأعلنا مسابقة شعراء الفويد، وانطلقت السنة اللي فاتت وانتهت على خير، وبدأت معنا المسابقة هذه. وفي نقطة نضيفها برضو الأخوي عمر، كان بعض الشعراء من القبائل الأخرى أصدقائنا كانوا يقولوا ليه ما تعمموش الفكرة وتوسعوا الموضوع، ولأن الشعر والتراث مش حقر على قبيلة بعينها ولا حد. قلنا لهم طبعا، ولكن نحن حبينا نديروا حاجة خاصة بأبناء الفويد، فمن خلالها جت فكرة ما هو الموضوع ده لفت نظري عشان خاطر الثلاثة القائمين على اللي كان المسابقة أو إعلام الفويد هم 3 فوايد. فهنا اتفاجئت كمان ان شاعر من ضمن الشعراء اللي اخذوا مناصب او مركز من الموسم الاول هو صاحبكم او شريككم الثالث. يعني ادينا نبذه عنه عشان هو مش موجود، وطبعا نديله التحيه والشكر، ونتمنى ان هو يكون معنا في حلقات قادمه، اكيد هيكون معنا. يعني كل التحيه لاخويا بهاء ابو حمد الفايدي، للأسف هو غائب ولكن حاضر معنا، أكيد طبعا، أكيد ظروف خارج بس القاهرة، ولكن هو موجود معنا في قلبه وداعم لنا. هو للأسف يعني هو في الأول خالص كان شاعر، يعني دخل معنا شاعر في المسابقة اللي عدت، ما كناش نعرفه هو إعلام أو خارج الإعلام ولا إلى ذلك. كان في الموسم اللي فات اللي هو خاص بشعراء البادية، شعراء الفويد بس. ولكن اكتشفنا أنه خريج كلية إعلام في المنيا تقريبا، وانت كيف خريج إعلام ولا شاعر؟ قالنا أصلا خريج كلية إعلام، ولكن عندي هواية الشعر. ما شاء الله كان واخد مركز كويس في المسابقة اللي عدت، وحقق مركز تقريبا ثاني أو ثالث، وشفت النجاح اللي انتوا وصلتوه. كان واخد المركز الثاني تقريبا، مش متذكر، كان واخد مركز ثاني ما شاء الله، وكان بإشادة الجميع. كان شاعر ما شاء الله، كان ده القصيدة فوايد رانا موش لمدنا فهيد سعادي والماضي يشهد والتاريخ يشهد، تقريبا هذا رأس البيت يعني، وحقق نجاح كبير يعني. ومن خلالها اكتشفنا أنه خريج إعلام. فمن هنا عمر اقترح علي، قال لي ما شاء الله بهاء رجل مثقف وفاهم وواعي، قلنا مش مشكلة نضموه معنا، ومن خلالها يبقى معنا من ضمن لجنة الإعلام لقبيلة الفويد، ومن خلالها أصبح معنا في لجنة الإعلام من بعد المسابقة مباشرة. إعلام الفويد الهدف من المسابقة، عايزين نوضح للسادة المشاهدين الهدف من مسابقة الشعراء أو المسابقة اللي انتوا دايرينها عامة يعني. تمام. نحن بعد ما كملنا مسابقة شعراء الفويد الموسم اللي فات، طرحت أنا وأخوي أحمد، حكينا مع بعضنا أنا وهو وأخوي بهاء، مش نوضحوا نديروا فكرة لإحياء التراث والموروث البدوي والشعر الشعبي. هذا جانا بعد ما تردد الجميع في المسابقة الأولى، ليش ما تكونش المسابقة على على جميع أنحاء القبائل العربية المتواجدة في مصر، باش يكون كلنا معاكم والموضوع كله يكون في شيء جميل ورقي جميل جدا. خديت أنا وأخوي أحمد فكرنا في الموضوع، وكلمت أخوي بهاء، طرحنا لبعضنا، خدينا قرار إنه نخلي المسابقة الموسم هذا على مستوى القبائل في مصر، وهذا اللي تم، وأعلنا عن مسابقة شعراء البادية في مصر لكل القبائل بلا إقصاء أحد. هذا ما تم
في المسابقة وأعلنا عنها، فجتنا معلومة إن إحنا قبل ما نعلن عن المسابقة ضروري نحطوا تشكيل إعلامي مكون من عدد يتولى المونتاج ولجنة تحكيم، فكان لازم ندرسوا كل حاجة، وهذا مثلا بينه وبين أخويا أحمد الطيري وأخويا بهاء أبو حمد، ونظمنا لجنة إعلامية كنت أنا وهو والأستاذ بهاء، وتواصلنا مع لجنة التحكيم بقيادة الشاعر عياد بولحجل المحفوظي وأخونا الشاعر إبراهيم بسروم المالكي والشاعر هلال جلالي والشاعر إبراهيم بخشيم والشاعر سيد بودهيم الفيدي. كل التحية طبعا لهم من خلال هذا البرنامج. تحيات. كنا حابين نعرف، ما فيش نجاح بالسهل، وطبعا بما ان انا كنت معاكم في كواليس الموسم الاول والموسم الثاني، فانا عارفه انتم مريتوا ايه وايه اللي صار معاكم في الكواليس، فعايزين نوضح للساده المشاهدين ان ما فيش نجاح من غير صعوبات او من غير مواقف صعبه انتم بتمروا بيها. المواقف الصعبه دي مرت عليكم ازاي، او ايه اللي انتم قابلتوه وتصرفتوا معاه ازاي؟ طبعا اول شيء نحن مش متفرغين فقط للمسابقه للاسف، يعني في جانب عملي آخر، كل واحد لديه عمله، فهذا بحد ذاته ضغط، وفي مسؤوليات أخرى، فهذا بحد ذاته كان ضغط ومسؤولية، بالإضافة للضغوط الأخرى، وهي كانت ضغوط للأسف، يعني مش للأسف، هي ما كانتش ضغوط بالنسبة لنا، كانت حافز كبير من بعض الأشخاص وبعض الناس كانوا مش عايزين الموضوع يكمل، لأن اللي دايرينا من الآخر إعلام الفوائد، ولكن الموضوع مش للفوائد، الموضوع هذا تراثي بصفة عامة. بصفة عامة، هذا يخص جميع أبناء البادية إذا كان في مصر أو في ليبيا. ما هم يمكن فكروا كده عشان الموسم الأول كان لقبيلة الفوائد بس. عايزين نوضح كده برضو للسادة المشاهدين إن الموسم الأول كان لقبيلة الفوائد، وده يمكن شد انتباههم إن لا ده قبيلة الفوائد، فالموسم الثاني بصراحة أنتوا قمتوا بيه، وهذا خدنا قرار فيه، يعني كان اتخذ قرار ضروري نجمع كل القبائل في الحدث لا الجديد. وفي رسالة جاتنا كمان، يعني بدون يعني ذكر أسامي حد، إن أي حاجة يندروها الفوائد حتى للعامة هنخربوها، ولكن تبع الفوائد ما بيدروش حاجة لروحهم، يعني هنديروا للجميع. كان هو هدف إحياء التراث على مستوى البادية في مصر، لأن التراث والشعر الشعبي مش حقر على حد بعيد، وربنا بس جعلنا سبب وسخرنا إن احنا نقود هذا الحدث وهذا الصرح العظيم، مش أكتر. والحمد لله ان احنا شباب يعني عندنا الى حد ما درايه، احنا مش هنقول ان احنا ناس عندها المعلومات الكافيه والخبرات، ولكن عندنا بعض المعلومات وبعض الدرايه اللي حتى لو بسيطه جت، بالاضافه بقى دعم الجمهور، ده رقم واحد من وجهه نظري. رقم واحد سبب في نجاح هذه المسابقه الاولى او الثانيه ديت هو الجمهور محب للشعر ومحب للتراث، فشجعنا أكثر من خلال تعليقات، من خلال تواصل على الخاص. احنا في المسابقة الأولى جانا دعم من دولة تونس، لأن طبعا الثقافات بين تونس وليبيا ومصر ثقافات متقاربة شوية، وفيها بعض القبائل هنا وهنا، وفي الجزائر، وكان طبعا من خلال مصر ومن خلال ليبيا. استغلينا علاقاتنا واستغلينا معرفتنا بالشعراء، بالرواه، بالإعلاميين، بالمصورين، كل هم مسؤولين على التراث في ليبيا، في تواصل ديما مع أخوي الأستاذ عمر ومعي، فكان ده استغلينا من خلال إن هم يدعمونا، وبالفعل شافوا التراث وشافوا المسابقات، تم في تواصل، عجبهم الفكرة وعجبهم الموضوع، فتطوروا معهم وتواصلوا معنا، وأعطونا دزونا رسائل صوتية بدعم المسابقات لإحياء التراث. ده في الموسم الأول، والحمد لله يعني النجاح الأكبر في الموسم الثاني ما شاء الله، لسه المسابقة ما انتهتش وشايفة نجاح ما شاء الله، يعني ربنا يوفقكم. فالحمد لله حصل أستاذ عمر، يعني أنا شايفة إنه كل واحد فيكم بيكمل الثاني أكيد طبعا. المونتاج بقى، يعني التصميمات، أنا شايفة يعني حاجات كده بتنزل برغم إن حدش فيكم يعني بليه في المونتاج أو الكلام ده، بس شايفة حاجات نازلة على الصفحة يعني ما شاء الله، يعني وكل جميع التواصل الاجتماعي أكيد. أنا شايفة نجاح رهيب. نبذة بقى للجمهور على المونتاج والتصميمات، طبعا نحن لما ومين بيعمل إيه ومين ما بيعملش إيه، يعني احكوا لنا، عرفونا كده. طبعا نحن موضوع المونتاج طبعا صاحب الخبرة الأكبر الأستاذ بهاء أبو حمد، هذه حقيقة. أما صحيح. بالنسبة لا أنا منتج، ولكن يعني خبرتي محدودة فيه، ولكن نعرف ندير واجد، يعني عندي شغل لا كبير. بس طور من نفسه ما شاء الله. الحمد لله طورت واجد، يعني المسابقة هذه طورتني أكبر من الموسم اللي فات. طبعا أنا والأستاذ بهاء كنا مختصين على المونتاج، سواء هو أو أنا، كل واحد يدير فيديو، واحد يدير كذا كلمة صحيح. يرفع، أنا وهو يعني مقسوم بيننا تصميم ومونتاج ونرفع الصفحة، فكان هذا بيني مقسوم بين الأستاذ بهاء أبو حمد والأستاذ عمر سليمان. أخونا أحمد كان متخصص في المنشورات،
في الكتابة. الصيغة بتاع المنشورات، في إنه يتواصل مع الشعراء، معاد القصيدة إمتى ترفعها على الصفحة. يعني كان كل واحد كان مقسمين الأدوار. صحيح. الله يفتح عليك. كل واحد كان معاه معلومة قائم عليها أو معاه حاجة قائم عليها، صح. في هذه المسابقة، والحمد لله رب العالمين الموضوع طلع بشكل لائق. بالإضافة إلى الناس اللي دعمتنا من ليبيا، شاعر كبير خالد الرعيدي. يعني أنا في قمة الفخر لما الناس هذه تدعمنا وتدعم إحياء للتراث في القبائل في مصر، فهذا شيء كبير جدا. شاعر محمد بوستة، شاعر نصيب السكوري، عبد الكريم بوعزيزة، الراوي عبد الكريم بوعزيزة، حمد البشوال الغناي. يعني شخصيات راقية وشخصيات متواضعة. الشاعر محمد عبد الكافي. ناس ما نبوش ننسوا حد. الناس ما قصرتش، سواء في ليبيا نشهد بالله ما قصروا، وحتى أخوتنا في مصر أبناء القبائل العربية ما قصروش، سواء دعم، سواء مكالمات، سواء تحفيز. حتى أخويا فايز بوعويل نشهد بالله ما قصر ودعمنا. صحيح. كان يتواصل معنا. كل الناس اللي في مصر تواصلوا معنا بلا استثناء، قبيلة الفويد والقبائل كلها، فكانوا داعمين لهذا الموضوع، ونحن سعداء وفخورين اللي وصلنا لعند المرحلة هذه وانتهت المسابقة، ولكن لن تنتهي بعد في تقديم القصائد. وفي مقابل في يعني نشكر لجنة التحكيم في نقطة، يعني مجرد ما اتصلت بخالي إبراهيم بسلومة، حتى دخلنا تعمر معه في مكالمة. طبعا خالي إبراهيم بسلومة تربطني بعلاقة من 4 سنوات مش من تو. فكلمته، السلام عليكم خالي إبراهيم، مرحبا حميدة، كيف حالك؟ أريدك في موضوع، وإن كان تسمح وقتك سامح ما فيش مشكلة، ما كانش تسمح بارك الله فيك ومشكور. قال لي خير. قلت له والله نحن دايرين مسابقة يقول 1 2 3 لإحياء التراث على مستوى البادية في مصر. قال لي ما شاء الله الفكرة جميلة ودي حاجة كويسة. احنا متعودين ان دائما المسابقات تكون على مستوى محافظات بس، الشرقية، المطروح، الفيوم، المنيا. ازاي اقنعتوهم بكده؟ والله مش اقنعناهم، الناس هذه انا كمان اعرف ان يعني في شعراء كبار ما شاء الله. طبعا الشاعر عياد بوحجل، عشان انا يعني الاسامي برضو تقيله. الشاعر عياد بوحجل محفوظ، ابراهيم بسلومة المالكي. هذا الشاعر ابراهيم بسلومة المالكي هذا يعني ايقونه من ايقونات الزمن الجميل كيف ما يقولوا، من ايام عوض المالكي. هذا كان الشاعر يكتب وعشان ما ننساش حد والشاعر هلال، الشاعر الجلالي، والشاعر إبراهيم بخشيم، الشاعر إبراهيم بخشيم، وخالي سيد بودهيم الرمح. طبعا لو ما كلمت أول ما وصلت الصراحة تواصلت مع خالي إبراهيم بسلومة لأني معي رقمه. قال له السلام عليكم، قال لي تمام. عرض عليه فكرة ما فيش تردد، قال لي عيوني. قلت له ولكن نريد منك حاجة واحدة، رقم. أنا معك الرقم، معي رقم خالي عياد بوحجل. تقنعوهم هو ما حدش فيهم اعترض أو مثلا قال لك ما كانش فيه مجهود. قال لي عيوني إيش اللي تريده؟ قلت له 1 2 3 ونبوك لجنة التحكيم. قال لي سهل. قلت له ولكن ريد معك خالي عياد عايزة معاكم في اللجنة، ضروري يكون موجود، إن هذا يكونك الرجل ما شاء الله لا خلاف عليه سواء في مصر ولا في ليبيا. قال لي دي سهل، أعطيك رقم. قلت له معي رقم ولكن كلمه لي، كان الوقت بس كان متأخر. قال لي كلمه الصبح لأني تو تلاقيه رابط. كلمت الصبح، قال لي خالك إبراهيم كلمني وخير المطلوب. قلت له المطلوب نبوك معنا في لجنة التحكيم كذا كذا. قال لي اللي ترضوه حاضر، ما فيش تردد. أنا كانت أسهل المكالمات، كان حتى عمر معي في المكالمات. نعم يعني حتى لما جينا تواصلنا لا قال لي ليه ولا مش ليه. قال لي إيه الهدف؟ قلنا له إحياء التراث. قال لنا أي شيء في إحياء التراث نحن موجودين. قال لي تمام. وبعديها تواصلنا مع خالي هلال الجلالي. عمر جاب لي الرقم إنه هو في ليبيا، تواصلنا معه بصراحة وبرضه ما ترددش. بعد على طول كلمنا خالي سيد بودهيم. لا الشاعر إبراهيم بخشيم. خالي إبراهيم بخشيم. لا هذا حاجة تانية. هذا حبيبنا. أنا شايفة الدعم على الصفحة يعني. أنا بالنسبة لي خالي ما يقصرش. خالي إبراهيم بخشيم من قبل يعني من زمان. هو أنا بالنسبة لي يعني نعتبره يعني مش عارف نقول ايه يعني، ولكن هو بالنسبه لي الداعم الاول لي انا كاحمد شخصيا. بنشوف كلمه له او لايك من خلال الصفحه انا بنتحول الطاقه عندي بتزيد. انا شايفه لجنه يعني التحكيم بتدعم الشباب وشايفه تعليقاتهم الايجابيه. هذا يعني مع لا يعني لا غبار عليه، بقول لك فخامه الاسم تكفي يعني. طبعا الهدف من مسابقه الشعراء يعني مثلا انتوا الموسم الاول كنتوا عاملينها للفوائد بس، فالموسم الثاني بقى على بصفه عامه كعرب او كفوائد، او طبعا عشان الالقاب نبي طبعا الاول يعني نشكر لجنه التحكيم اولا، لان هذه نقطه كنت نبي نخليها نحكي فيها بروحها. كل الشكر كل الاحترام والتقدير للجنة التحكيم، لأن هي سبب النجاح اللي وصلنا لعند توا. صحيح. صراحة يعني صراحة الناس كان ليها دعم وكان ليها تحفيز معانا،
ويوجهونا على الصح، مع إن ما جملوش واحد من الشعراء. تخيلي القصيدة كانت تمشي لهم بدون صورة وبدون اسم، كانت تمشي صوت فقط، صوت والكتابة بتاع القصيدة. صحيح. أنت بتقيم القصيدة يعني صوت فقط. ما تعرفش حد وراء كلهم. يعني بعض الشعراء لما نجي نعرضوا على الصفحات عارفينهم، لأن الشعراء وجه كبار، شاعر فايز جلالي، شاعر جبريل بومجراب، شاعر حمد الله بسيس، الشاعر شاهين الدبوسي، الشاعر كلهم ما شاء الله. ابراهيم مسلية. ازاي اقنعتوهم؟ يعني اقنعتوا الشعراء ازاي؟ او احنا طبعا في اللي البدايه دخلت الموسم ده اكتر من الموسم اللي فات ازاي؟ يعني كمل النقطه دي. كمل لك موضوع اللجنه كان حلم بالنسبه لنا. كانت اهم شيء هو اللجنه من وجهه نظري، مع احترامي قبل المسابقه كانت حلم ان احنا نجيب لجنه، لان وجود اللجنه ترفع اللجنه الاعلاميه من اي حرج. انت بتجيب الناس تفهم في موضوع الشعر والاحياء التراث والبدوي والشعر الشعبي، فهذا شيء ايجابي جدا. فلما جبنا اللجنه ونسقنا مع اللجنه، استاذ احمد تواصل مع الاستاذ ابراهيم الشاعر ابراهيم بسلومه، وكلمنا خالي عياد، وانا كلمت خالي هلال الجلالي، وكلمنا خالي سيد بودهيم الرمحي والشاعر ابراهيم بخشين. صراحه ما قصروش ووافقوا، ودرنا غرفه على الواتس باش نقيموا. يعني حتى خالي عياد لما تواصل مع الاستاذ احمد خششنا في المكالمه، قال لي المسابقه وين تقوم؟ يعني وين القامه، وين تاع المسابقه؟ أيوه. قلت المسابقه السوشيال ميديا. يعني من وجهه نظر السوشيال ميديا اقوى سلاح تقدر تظهر انا ليش بس قلت لها عدم الامكانيات، وفي شعراء مسافره في السعوديه، اللي مسافر برا، مسافر في ليبيا، وشعراء متمكنه. يعني بتدوا مساحه برا كمان انت معنا في المسابقه. بالضبط، هذا هو اللجنه. فانا سعيد وفخور ان اللجنه هذه تواجدت، لاني غاليين عليها كلهم، سواء خالي عياد او خالي هلال الجلالي او خالي ابراهيم المحترم الراقي اللي ديما دعمنا، او خالي سيد بودهيم، كلهم صراحه ما قصروش، وخالي ابراهيم بسلومه ما قصرش. اما بالنسبه للهدف من المسابقه، الهدف الوحيد هي احياء التراث والموروث البدوي من الاندثار. هذه أهم قضية، وهذه أهم رسالة للمجتمع البدوي، وللشباب عامة، وللشباب البدوية بصفة عامة. نحن معروفين في مصر البادية، بدأنا نقرضوا ليش؟ لا في إعلام كبير شوية، لا في إعلام مصري مهتم بينا، مع الأسف عدم بالضبط. ما حدش بيهتم نحن كيف أي موروث شعبي، كيف الأخوة موروث النوبي والصعيدي كلهم موروثات بالضبط مهتمين بيهم، وقدموا حاجة كويسة وحاجة محترمة. نحن كيفهم عندنا برضو تراث وموروث كويس، كان من شعر ومن عادات وتقاليد. للأسف الشديد الإعلام المصري كل احترام والتقدير له، يعني غير مهتم بتراث البادية وبتراث الشعبي والموروث البدوي. هذا قضية يعني من كذا سنة الناس ما كانتش تعرف حاجة عن الموضوع ده، أو ما كانوش يعرفوا يعني إيه شعر بدوي، أو بالضبط. ما عندهمش خلفية، ما يعرفوش. بس البركة فيكم بصراحة. انتوا يعني الفترة الأخيرة أو كم سنة اللي فاتوا دول، انتوا بدأتوا فعلا الشباب اللي طالع أو الجيل اللي طالع، انتوا بقيتوا تعرفوه إن في تراث وفي شعر وفي أصول وفي مبادئ. نحن والله العظيم الهدف الموضوع، والله يشهد علي الله، الهدف الموضوع لا شهرة لا شيء، لا احنا درنا وكنا نقدر نديروها على مسابقة للفوائد فقط، وكنا نقدر نديروا لنبوه، لكن احنا عندنا رسالة. نحن نبنت واحد، وقبائل عربية نبنت واحد، يعني ما فيش فرق بين فايدي. المسابقة بتقوم بتكاليف بسيطة جدا منكم، ويعني سبحان الله يعني، وده كرم من عند ربنا ان انتوا بتتعبوا، فربنا بيوصل لكم النجاح اللي انتوا عايزينه، ودايما في نجاح وتوفيق. الحمد لله. والله الموضوع مش متوقف على كماديات، ولكن بالعكس والله في تكاليف. في أول شيء بتاخذ من وقتك، ثاني شيء البرامج التصميمات، إنها مش متخصص تصميم، ولكن برامج التصميمات والمونتاج مدفوعة الأجر. أيوة البرامج العادية والله بندفع لها بالدولار، بندفع لها من خلال. ما احنا برضو عايزين نعرف منك انت اقنعت الناس دي كلها تدخل ازاي؟ الشعراء أول شيء أنا محب للشعر بصفة عامة، فأنا أصلا يعني 90% من الشعراء أو 95% من الشعراء للمشاركين والداعمين أصدقاء عندي على الفيسبوك، ولكن للأسف الفترة الأخيرة كان بيحصل فيه خلل في الفيسبوك، كان بيلغي متابعة الأصدقاء. فكان عندي صديقي بصراحة هذا لازم نوجه له رسالة، لو أنا وجهة نظري لو كان شارك كان هيك بقى في نقلة في الشعر، مع احترامي للموجودين. كان أخويا الشاعر أحمد خميس المحفوظي، هو من رأس الحكمة من مطروح، تواصلت معه بصراحة على الخاص إنه هو يشارك، ولكن في بعض عندهم ظروف شوية بس في رأس الحكمة الكل يعلمها. إن شاء الله الموسم اللي جاي إن شاء الله. هو وعدني قال لي ولكن ندعمك. إيش اللي تريده؟ قلت له للأسف المصفحات الشعراء اللي عندي كلهم ودرتهم. قال لي أرجاني دقيقة أنزل لك كل الصفحات. بالفعل ما فيش 5 دقائق كل الصفحات جتني، كل الشعراء
كبار وصاعدين وشعراء موجودة على الساحة، كل الشعراء جوني، فبدأت نتواصل من خلالها. في بعض الشعراء تعرفني بصراحة وفي بعض لا. فمن هنا بدأت نتواصل مع الشعراء، عرضت عليهم الفكرة، رحبوا بيها. في اللي برضو كان فاضي موفق ما عندش مشكلة، في اللي ما كانش فاضي وللأسف يعني برضو ظروفه. ان شاء الله اللي ما كانش موجود قال في ما فيش الموسم مشكلة ده يبقى موجود نشارك معاكم في الموسم اللي الجاي. شعراء جاي. كتير يعني، الشعر ضي مغواري ده يعني قال الحمد لله يعني فتتني، ولكن ان شاء الله العام الجاي ان شاء الله. الشعر برضو خميس المحفوظي كان ان شاء الله ان شاء الله العام الجاي ناوي يخش. ومن زي ما قلت لك بعد ما اخذت الصفحات بدات نتواصل، فالحمد لله ما حدش تردد يعني، او يعني الناس حتى قالت احياء التراث ما ترددوش. الشعراء اللي تواصلوا معنا استاذ احمد على الصفحه وغير تواصلوا معايا انا شخصيا، في ناس تواصلوا مع الاستاذ بهاء. يعني استاذ احمد تواصلوا مع ناس غير ما تواصل معي انا، غير تواصل مع بهاء. صحيح. كان كميه شعراء من حتى من ليبيا، والله العظيم تواصل معنا من ليبيا مش يخشوا. صحيح. قلنا لهم المسابقه خاصه بأبناء البادية في مصر. الموسم اللي جاي ان شاء الله بقى خليها على مستوى مصر وليبيا وعلى دي مستوى حاجة ان شاء الله فيها ان شاء الله خلوها دوليه بقى، عشان اللي نفسه في حاجه ان شاء الله دي بس عايز يقدم رساله. طيب طبعا المنتقدين كتير. يعني احنا عايزين نوضح للمنتقدين او اللي بيقول لك لا انتوا بتخصصوا دي لحاجه معينه، او انتوا بتنتموها ليكم، او النجاح عايزينه ليكم، برغم ان انا مش شايفه ان النجاح عام مع الكل حتى للمتسابقين او المشتركين في المسابقه. فيعني عايزين نوضح ده النجاح ده والمستفيد منه هو واحد، هو الجمهور. بالضبط. الشاعر هو شاعر وعارف هو يروي، لكن احنا بنوصل رساله للجمهور والشباب اللي طالعه انهم يهتموا بالتراث واحياء التراث والعادات والتقاليد مش اكتر يعني. بالضبط. طبعا المنتقدين نحن ما نقدرش ان نوقفه، ما حد يقدر يوقفنا، ان احنا بنسعى لاحياء التراث البدوي والشعر الشعبي. عمرك ما توقفني، كيف هتوقفني؟ فاللي انتقدنا هذا كان حافز لنا، لان كل منتقد كل ما نلاقوا رساله سلبيه عمر يتصل بيقول لي يا رايك نزيدوا اكثر، نزيدوا حماس ونزيدوا طاقه. كلمه في سلبي من اي كلمه في سلبي يا استاذه رنا في نجاح. ليش؟ لانه هو السلبي واجهه، زعله، هو مش سلبي، هو مش موجود. فهو الإنسان طالما شايفك في مكان مش كويس، لو درتي ما درتي عمره ما يحترمك وعمره ما يقدرك وعمره ما يدعمك. العلم هذا النقد كان في المسابقة الأولى، كان فيها استهزاء من بعض الناس. أنا شايفة النقد من أيام إعلام الفوائد، من أيام الإعلام من قبل. أنا متابعة كان المسابقة وإعلام الفوائد الفترة حتى الأخيرة دي. أستاذ رنا كان الانتقادات علينا واللي كان هازي علينا مجرد مع أول قصيدة تعرض ومع عرض أسماء اللجنة التحكيم في الموسم هذا، كل من انتقدنا ما عاش جانا بكل، ما عاش حقينا أصلا. ناخدكم بقى من المسابقة، وفي حاجة لفتت نظري. البرنامج بتاعكم الأصالة والتراث. أنا شايفة إن أنتوا حققتوا نجاح، برغم إن أنا عارفة إن أنتوا قدمتوا البرنامج بتاعكم بطريقة يعني مش بطريقة مباشرة أو مش في استوديو أو مش. أنا عايزة نوصل للناس أنتوا قد إيه بتتعبوا، والبرنامج بتاعكم قد إيه حقق نجاح. تمام. طبعا برنامج الأصالة والتراث هذا طبعا الاسم من أخوي أحمد الطيري، طرح علي نديروا برنامج خاص بنا، بما أننا نتحركوا من المطروح للفيوم، فطبيعي استديو في القاهرة ولا في الفيوم ولا مش هيكون معنا في كل مكان، ونحن بنسافروا في الصحراء، بنمشوا عند قبائل، بنمشوا عند ناس واجدة، فضروري يكون معنا على الأقل معدات لنا، يعني استديو متنقل معنا. فقلت له والله فكرة كويسة، وحتى هتساعدنا ان نمشوا مطروح، نمشوا هنا، نديروا لقاءات مع ناس عديدة. هذا هي لا أنا شفت بتعملوا لقاءات مش من جوه مصر بس، أنا شايفة من خارج كمان. طبعا نحن طبعا الفكرة طبعا مش عايزين نحرقها قوي بس عشان تعبكم، بس عايزين نوضح للسادة المشاهدين. يعني انت تو قاعد برا وبندير معك حلقة، انت قاعد انا قاعد في مصر وانت قاعد في ليبيا، ليه بندير معك حلقة؟ بس ما عنديش إمكانية نجيبك ولا تجيني. في فكرة هيك بنديرها، برامج تواصل زي أي برنامج تواصل، يعني فكرة هيك في نبذة بنديروها، فكرة كويسة بيعدوا هو تطبيقات التواصل، بنتواصل معك وانت تحكي معك، ولكن بطريقة احترافية شوية. فبناخذ منها، أنا بنطرح الإجابة والأسئلة هو بيجاوب عليها، بناخذها نديرها في المونتاج وبنعرضها للجمهور، فبيكون شيء كأنه قاعد معايا في استديو بالضبط، ما فيش فرق. فهذا اللي نجحنا، ودرنا لقاءات مع ناس فنانين ليبيين عمالقة، يعني حوالي 10 عمالقة، يعني فنان رافع العكوكي صحيح
فنان صلاح الورفلي، علي العبيدي، فنان علي العبيدي، واجد، شاعر كبير صلاح النجار، ومحمد عبد الكافي، شاعر أكرم الزوي، صحيح، شاعر محمد عبد الكافي، الشاعر عبد الرحيم المقيرف من طرابلس. واجد درنا مع ناس، واجد لقاءات مهمة في هذا البرنامج وساعدتنا. وحتى في كان برضو الهدف من البرنامج هذا كان هو برضو نحكي في العادات والتقاليد، إلا في إحياء اسمه الأصالة والتراث، يعني هو كان الهدف إحياء التراث، ولكن من خلال كان عادات وتقاليد البدو في مصر بعد ما للأسف تناسيناها وتلاشت بسبب إن احنا كمجتمع مصري مجتمع يعني البرنامج كمنتج، يعني كإنتاج برنامج زي برنامجكم محقق نجاح كبير زي ده، حاجات بسيطة بس هو عاجبني ولفت نظري إن هو بيحيي التراث. انتوا بتعملوا حاجة صح، انتوا بتوصلوا رسالة، لأن احنا مش بنديروا أي حلقة مش لشباب بس كعرب كبدو، بس شباب بصفة عامة. يعني نحن الحلقات بتاعتنا كل مواضيعها وكل هدفها خاصة بإحياء التراث البدوي والشعر الشعبي. صحيح. ما بنخرجش برا النطاق، لأن إحنا موضوعنا كله في إحياء التراث، قبيلة، تاريخ، حروب، كلها داخل إحياء للتراث البدوي والشعر الشعبي من الاندثار. كيف ما قلت لك، نحن تاريخ القبائل أو القبائل توا في مصر تم تندثر، فنحن بنحاولوا نحيوها، مع إن ما فيش حد بدعم القبائل ومحدش بدعم البادية، ولكن إحنا بنحاولوا نسعوا بدعم الجمهور وبدعم الشعراء، بدعم يعني كلمني أخويا الشاعر المعتصم بالله العشيبي صراحة خذ مركز متواضع في المسابقة الأخيرة، ولكن لفت نظري قال لي أنا ما تفرقش معايا مسابقة، ما تفرقش معايا مركز، أنا مكاني معروف، لكن يفرق معايا نجاح كان، مع إني والله ما نعرف شخصيا ألا في المسابقة. النقطة هذه كانت من كل الشعراء نقطة إيجابية، يعني كل حد يخش مش فرق مع الشاعر حامد الجبيري. ده يمكن سبب رئيسي لنجاح البرنامج، الحمد لله بسيز نجاح كمان المسابقة. جبريل بجرابنا قال لي والله كلموني ناس على الخاص يريدوني ايه شغل اللي تديره هذا، انت اكبر من هيك، عايزين نبوظ ونخرب المسابقة على الفاضي ونطلع. قلت والله احنا جمعنا هدفنا احياء التراث، لفرق معنا ناخذ اول ولا ثاني. بالنسبة لمحمد الفيدي، محمد الحرباوي ما شاء الله، يعني كان داعم كبير لنا صراحة، محدش كان فارق مع مركز خالص يعني. طه أبو الخطايز فايز يقول لك قال محدش فارق معاه أي مركز. حتى أخويا مغنيب الفيدي خش مسابقة ما حلفاش الحظ إنه يصعد مع المرحلة النهائية من الموسم الأول اللي فات. خذ المركز الأول الموسم اللي فات، خذ المركز الأول انتصار مع الشاعر ناجي الفيدي، صحيح، وأخونا بهاء وأخونا رزوق الفيدي، هذا من الموسم اللي فات. لكن خش معنا السنة دي الشاعر مغنيب الفيدي ما حلفش، ما وفقش في قصيدة. مش نقوله هو شاعر متمكن جدا وعبقري جدا وعندك كلمات تسمح، لكن الموسم هذا صراحة وارد، وهذا مش معنى ذلك انه مش شاعر. اول شيء مضغوط هو في العمل، وان شاء الله هيبقوا معاكم كمان الموسم القادم. بالضبط، هو قاعد في العمل شويه ويخدم في رخام، وبرغم كده كان معاكم في المسابقه الموسم اللي فات والموسم ده، وكان داعم لينا بعد ما خرج من التصفيات برضه، دعمنا وما زال دعمنا وتواصل معنا. الناس حبت الموضوع، واللي يفهم يعني كيف موضوع تراث ولا إحياء للتراث، فهذا راجل ذكي، راجل راقي ويفهم في هذا الموروث البدوي والشعر الشعبي. الحمد لله المسابقة حققت نجاح كبير جدا. نحب نوجه شكر للشاعر هليل الجلالي، صراحة كان دخوله مشرف معنا في المسابقة، بالإضافة للشاعر حتى مر بوعكة صحية ولم يتخاذل معنا خالص، لم يتخاذل، مع إن في شعراء، ورغم أنه كان مريض كان برضو يتواصل مع إن في شعراء ويقيم في اللجنة. وصراحة أستاذة رنا في شعراء تواصلت معهم شخصيا، كانوا وزين علي، خذوها سكرينات ونزلوها على الصفحة. يا سيدي أنا بنتواصل معاك لأنك تحيي معايا للتراث، وقلت لك أنت شاعر متمكن، دعمك لا قلت له تعال شارك. يعني مثلا أنت توا دايرة موضوع للبادية، ما ينفعش نستثني حد من الموضوع، ما ينفعش، حتى إن كان بينه وبينه خلاف ما ينفعش نستثنى. للأسف يعني هو الخلافات بيكون في وجهات النظر فقط، الموضوع الناس تاخذ الموضوع خلاف شخصي. ما احنا عايزين نوصل لهم ان ده مش عايزين اختلافات فوق النظر. أنا بنحكي لك حالة يا أستاذة رنا، هو الهدف كله ان انتم بتوصلوا رسالة. بالضبط، أنا بنحكي لك حالة صارت معي. واحد من الشعراء أنا تواصلت معه شخصيا، هذا بضغط مش بضغط، أنا بروحي ناخد قرار ما ينفعش نستثنى بواحد
بالباديه، حتى كان معنا بينه وبينه خلاف. هو انا والله ما عندي خلاف معه، لا هو شايفه خلاف، هو شايفه بالنسبه لنا مش خلاف يعني تحورنا في نقاشات تاريخيه كانت تخص قضيه عادي، ده مرضى وجهات نظر، مش وجهات نظر عديده. انت مرات زعلت موضوع عادي جدا، لكن لما جينا المسابقه المفروض تستثني كل شيء وتسمع لي. قلت لك شعرنا انت شاعر متمكن ولك مكانك. هذا علي خذ الموضوع سكريناتي الرسائل صور سكرين وعدها خربها وينزل زعل شعراء واجد. كل الشعراء نزلت على صفحاتها ودزولنا على الخاص انهم زعلين انه بيقلل من المتسابقين لانه هو اقل منهم سنا واساء لزملائه اكبر منا سنا ومقاما وخبر عنا واقدم منا في المسابقه. اساء لهم بالمنشور ان احنا اول شيء ما اعلناش ان هو ينضم لنا، ولكن هو احنا ما زلنا كنا بنتواصلوا معاه باش ينضم، وهو ما ردش علينا اصلا يعني ما ادناش ولا اوكي ولا ما اداش اي رد، فبالتالي ما اعلناش عنه شيء ولا درنا اي اعلان. فاخذ صوره ونزلها هيك اي صوره وخلاص، قال لك ان نعلن انسحابي لترك الفرصه للشباب الصاعد. شباب الصاعد انا مش نتكلم يعني شعراء عمالقه مش كانت ما شاء الله كلهم يعني اقل واحد سنا مع كلهم مقاما ناس محترمه ما شاء الله يعني والله في الشعر ما يوصلش صراحة من وجهة نظري يعني هو قلل من نفسه وزعل الناس منه، حتى الأصدقاء المقربين زعلوا منه. بالإضافة أستاذ أحمد لو تسكت، بالإضافة لنجاح الفكرة، هل الهدف صح يعني هل الهدف لما أنت جيت تنتقدني وفجأة وتقول لي أنا بنحاربك وأنا بنقربها لك وفجأة الموضوع ينجح وأنت ما نحققش بكل، هذا أكبر دليل إن إحنا صح ومفكروا صح وماشيين صح ودرنا حاجة كسرت الدنيا كلها. ده بفضل الله قبل أي شيء يعني الحمد لله يعني ربك وفقنا، إني كانت النية من الأول الحمد لله والله. تعبنا كان في مجهود كبير لأن إحنا الموضوع ما كانش في تفرغ خاص بالمسابقة، ولكن غصب عننا كان في ضغط من خارجي، ضغط العمل، ضغط مسؤوليات خاصة مع المسابقة، ولكن الحمد لله يعني خرجت شيء إيجابي جدا شيء إيجابي. طبعا. وفي نقطة ما ينفعش تعدى خذنا الرواة ما شاء الله، لأن الراوي بالنسبة لي على رأي خالي إبراهيم بوخشيم الراوي لا يقل قيمة عن الشاعر. يعني مرات أنت تكون شاعر ولكن إلقائك مش كويس، ما عندكش الكاريزمة الإلقاء، فالراوي بيحل محلك. يعني بالنسبة لنا الراوي لا يقل قيمة عن الشاعر، هو ناقل. أمتعونا أستاذ أحمد، أمتعونا يعني. طب إحنا عايزين نوجه لهم رسالة قبل ما ننهي حلقتنا النهاردة. عايزين نوجه للشباب والرواي وللمنتقدين كمان رسالة من خلال أستاذ أحمد ومن خلال أستاذ عمر وكمان من خلال أستاذ بهاء طبعا اللي هو الغائب الحاضر وإن شاء الله يبقى معنا في الحلقة اللي جاية بإذن الله. عايزين نوجه للشباب رسالة. والله نقول لهم انتقدونا تاني. أنا وجهة نظري لأن أنا مع الانتقاد بنكمل، طول ما أنت منتقدنيش أنا الطاقة ما بتزيدش. أنا طول ما أنت عايزني الطاقة تزيد انتقدني، عايز الطاقة ما تزيدش يخليك ساكت. يعني أنا عكس الناس، مع النقد بنزيد قوة وطاقة. ده بالنسبة الهدف تاني من المسابقة أو من إعلام الفوائد عامة هو إحياء التراث. هو مجرد اسم، إحنا إعلام الفوائد هذا اسم، ولكن بدليل إن إحنا شارك معنا محفوظي الشيبي كل الشعراء عبيدي عبيدي كل ما هو سعادة. أنا مش محددين حاجة معينة في كلمة هو طبعا أستاذ رنا. أنا بنختلف مع أخوي أحمد في الرأي بتاع إن نقول له انتقدني. لا أنا لي وجهة نظر. أنا بنصح، أنا بنوجه نصيحة، ما تنتقدش شيء إيجابي، انتقد شيء سلبي. ليش انتقد شيء إيجابي؟ وبعدين شيء يعني نحن بنسعوا إن إحنا نحيو تراث مندثر. وجهة نظر. أنت المفروض مثلا لو في حاجة نحن بنديروش في حاجة، ما نقعدوش في مكان مش كويس. نحن بنسعوا لإحياء تراث بدوي والشعر الشعبي. المفروض أنت لما جيت انتقد شيء ما ينفعكش. أستاذ عمر، حابين نعرف إيه أهدافك الفترة اللي جاية وإيه الأهداف اللي كانت معاك لسه ما حققتهاش؟ والله أنا أهدافي متواضعة جدا. حابب إني البادية المصرية بصفة عامة كل قبائل نكونوا واحد، يكون لنا راية واحدة، ونكونوا ديما نسعوا كل موسم نديروا حفلات، نديروا مسابقات للشعر يعني ونناشد جميع الشعراء. بليش تعطي واحد أي فنان من البادية أي كلام وخلاص؟ يعني أعطي له كلام راقي، أعطي له يعني كلام ما يديرش إهانة للبادية، أعطي له كلام كويس، لأن بنسمع حاجات
وشاعر فلان وشاعر علان، بنزعلوا وانت شاعر كبير ومتمكن. ومش اي واحد تعطيه له، يعني مع احترامي لهم كلهم، مش اي واحد تعطيه له كلام يغنيه. بالنسبه للشعراء نتمنى ان شاء الله الفتره القادمه نحاول نسعى في موسم قادم باذن الله، وإن شاء الله هيختلف تماما عن الموسم هذا ان شاء الله يكون في مفاجاه كويسه، وهيكون في مفاجآت كبيره جدا من الله. خلال البرنامج بتاع راديو كافيه. نحب نشكر ونتقدم بكل الشكر والتقدير الى كل الشعراء بلا استثناء واحد، كلهم، وكل الرواه بلا استثناء اي واحد، ولجنه التحكيم طبعا بقياده الشاعر عياد بو الحجال المحفوظي، خالي ابراهيم مسلوم المالكي، شاعر ابراهيم بوخشيب، الشاعر الغالي علينا هلال الجلالي، الشاعر سيد بودهيم الرمحي. ونوجه الشكر ايضا الاثنين كانوا حافزين لنا من البدايه، صحيح، وهو الشاعر سيف بولبعش وفراج بوغيضان، والشاعر سيف بوغيضان. هذوما صراحه يعني ما سيبوناش من بدايه. الشاعر سعيد بو حتحود الجازوي برضو كلهم، وعطيه ابو ترحي، كلهم، ما حدش. لكن خويا سيف من بدايه المسابقه، مع انه كان في اللجنه السنه اللي فاتت، كان ضمن لجنه التحكيم هو فراج بوغيضان، لكن السنه دي حافزين. مع ان انا كلمت اتصلت لهم ان في شعراء في لجنه جديده، قالوا لي يعني اظن ناس معلميني، استاذي استاذ عيد بالحجل، الاستاذ ابراهيم، فالناس كانت فخوره باللجنه. صحيح، نحب نشكروهم، بارك الله فيكم. واخونا اللي شم العياطي برضه، اخونا شم العياطي حتى ونشكروه. صحيح. ونشكر اخونا فايز بوحويل انه كان داعم لنا وكان موجود معنا. ونشكر ايضا الشاعر نجي الفايدي والشاعر بوغنيب الفايدي والشاعر زوقة على موقفهم وعلى دعمهم لنا، لان الموضوع كان يخصهم قبل ما يخصني. استاذ احمد، كنا حابين نعرف مين هو الداعم للمسابقه من الموسم الاول. والله زي ما قلت لكم الدعم الاساسي هو الجمهور، ولكن كان برضو في دعم آخر ورا الكواليس ورا الستار محدش يعرفه خالص. هو كان عمنا طبعا، وهو عمي عمار بيك السعدي كشهر الفايدي، من أحد يعني رجال له التحية والشكر طبعا. أكيد يعني هو كان داعم أساسي لنا طبعا، هو محدش شايف على الساعة خالص، ولكن من خلال الخاص هو في دعم كبير، يعني تواصل معنا من الموسم الأول. أنا شايفة أنه هو دعمكم من الموسم الأول، كان قائم معنا بالموسم الأول كاملة في كل شيء إن شاء الله، ما قصرش. حتى في الموسم الثاني والله كان في تواصل حتى من كم يوم، وإحنا نتلاقوا معاه نشاف أقرب فرصة إن شاء الله مقابلة معاه. وكان بصراحة ما قصرش معنا. عمرو بيك السعدي من أحد رجال البادية على مستوى قبائل البادية، طبعا هو معروف يعني ما مش هنحكي عنه، ومعروف من عمرو بيك السعدي وعد السعدي عموما وعد كشار وعد يعني الفوائد بصفة عامة. ولكن ما شاء الله هو كان داعم لنا بدون اي شيء. والله نحن ما توصلش معه، هو اللي ديما يتواصل معنا، قلنا ما شاء الله كملوا انتم بتديروا، تواصل مع الشاعر الفلاني هذا كويس هيفيدك، تواصل مع الصفحه الفلانيه هتفيدك. بصراحه هو ما قصرش. وبالاضافه استاذ احمد مش في موضوع الباديه بس بدعمنا في كل حاجه نحط رجلنا فيها استاذ احمد. صحيح، حتى خارج الباديه بدعمنا، حتى خارج موضوع التراث باي مواضيع بيدعمنا فيها. هو من افضل الداعمين لنا بصراحه. نوجه له كل التحيه من خلال البرنامج في راديو كافيه. احلى تحيه لعمي الغالي عمرو بك السعدي. ان شاء الله لازم يكون معنا في احد الحلقات. ان شاء الله باذن الله، ان شاء الله باذن الله، لان هو بصراحه كان برضو دعمنا ومن ضمن الاهداف. وان شاء الله برنامجكم نوسعوه، نديروا حاجه كويسه. وكان يعني ان شاء الله انا عندي طموح ان احنا برنامج الصلاه والتراث ده يلف جميع المحافظات ويلفوا على جميع القبائل وكل المناطق الباديه، ونحكوا عن عادات وتقاليد وتراث وان شاء الله في نجاح وتقدم يعني ان شاء الله باذن الله. في النهاية نحب نشكر الإعلامية رنا بوهيبة، صراحة نحب نشكروكي. ومش إنك المستفضل يعني معنا اليوم، لا نحن بنشكروكي لأنك أنا ما عملتش حاجة، كنت حافز وداعم من الموسم اللي فات وحتى الموسم هذا، وديما معنا. ونشكروكي، بارك الله فيكي على موقفك، وتسلمي وديما طيبة، ونحن سعداء بوجودنا معك في راديو كافيه. شكرا ليكي وربي يوفقك. شرفتونا ونورتونا النهارده، وان شاء الله الحلقه اللي جايه يكون معانا استاذ بهاء. وكل الشكر والتقدير ليكم وللداعمين وللجنه التحكيم وللمسابقه والجمهور، كل من سبب في نجاح المسابقه او في اعلام الفوائد. ولحد هنا مستمعين حلقتنا خلصت. كنت معاكم انا رنا ابو هيبه، وانتظروني في حلقه جديده، والقادم افضل. والسلام عليكم ورحمه الله.